تخيل انك صحيت بدري وشيلت شوال القمح على ظهرك ونزلت السوق وانت مبسوط، مش لان معاك دهب، لكن لانك متاكد ان شوال القمح اللي انت شايله ده هيخليك ترجع بكل اللي ناقصك. جيت وقفت قدام واحد بيعمل جزم بايده، قعدت تبص عليهم لحد ما لقيت واحده عجبتك، رحت حاطط شوال القمح قدامه، فالراجل ابتسم وبص على القمح وبعدها بدا يهز راسه وقال لك سامحني انا عندي قمح يكفيني. طبعا انت هتستغرب وهترجع تشيل شوال القمح تاني وتمشي، تدخل على تاجر تاني وبعدين تاجر تالت، وفي كل مرة ترجع شايل نفس الشوال. الغريب ان اللي معاك كان ليه قيمة، لكن القيمة دي ما كانتش كفاية انها تخليك تشتري اللي انت محتاجه. ومحدش في السوق كان شايف ان الموقف البسيط ده هيبقى بداية واحدة من اكبر المشكلات في تاريخ التجارة. لكن لو كل مرة الشراء فيها هيبقى بالصعوبة دي، ازاي الاسواق فضلت شغالة؟ ولو عجبك الفيديو تقدر تتابع باقي الحلقة على يوتيوب، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن.